تمكن فريق اتحاد العاصمة من الفوز في مباراة اليوم التي جمعته بنادي مارومو جلاند في منافسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بثنائية مقابل 0. وسجل أهداف المباراة عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف القائد بالعيد الهدف الثاني من الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويليا الأولمبي. كما عرفت المباراة حضور جماهير محتشم وسط أجواء ممطرة، إلى أن أبناء البهجة صنعوا الفرجة بأهازيجهم المتتالية. وبعد هذا الفوز بثنائية نظيفة، أصبح اتحاد العاصمة يتصدر المجموعة ب7 نقاط. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.